ولا تضعوا بورسعيد امامكم كهدف. وانا ارفض طعن المدينه كمدينه، انا ارفض، انا مع معاقبه المسؤولين. انا ماليش مع الاستقاله والاقاله. هو ترتكب الجرائم وتستقيل، ترتكب الجرائم وتتم اقالتك؟ من قال الكلام ده؟ نحن نريد قرارات سياسيه وقرارات جنائيه. نحن نرفض التحقيق واقع جنحه ولا جنايه، ده كلام ما عادش يصلح. احنا دلوقتي نريد تحقيقا سريعا ووقتيا. الظلم لو العدل استمر طويلا ده الظلم افضل منه يا اخي. انا برفض الاعلام الموجه الان اللي بيحدث فتنه داخل المحافظات اللي بيثير الجماهير. انا برفض ان تكون الضحيه هي مدينه لها تاريخ زي بورسعيد. ده مش كلام شعارات ولا كلام انشاء، لكن حرام لما يتم خنق مدينه او شنقها. كفايه مثلا نظام مبارك دمرها والغى منها المنطقه الحره، جايين كمان دلوقتي تحاصروها وتدمروها. يعني عدم اتخاذ قرارات انفعاليه ضد بورسعيد. والنادي المصري اولا مجلس ادارته ورئيسه استقالوا، لكن معاقبه النادي يبقى هو معاقبته كجريمه وقعت، وتحميل النادي ان هو قتل الناس ده كلام مرفوض تماما. انا ارفضه. وانا بورسعيد كلها بتكلفني ان ننقذها من مخالب هذا الاعلام. يعني هل يرضي احد في مصر ان اعلامي ومعرفش ان هو اعلامي وكروي وكان بيقف جول وكان له شان وكان في مجلس الشعب يقفل القناه في وشي يسبني وقعد 3 ساعات يشتمني في القناه بتاعته وتقول لي الاعلام ما كانش له دور؟ هل يرضيك ان الاعلام يمسك بورسعيد طول الليل ويتعامل معها كبلد سيراليون في جنوب افريقيا ولا شمال افريقيا؟ بقى انا عاوز اقول لك جمله الحقيقه، انا مش بورسعيدي متعصب، انا راجل مستنير وراجل مصري وراجل قومي. لكن هل يرضيك البلد اللي خليتهم يعيشوا في مارينا وخليتهم يعيشوا في الابراج؟ البلد دي الممثله المحترمه، ده انا اصغر واحد فيها دخلت 3 حروب تتهان كرامتها طول الليل في فضائيات متأجرة عشان الاعلانات التجاريه والاجور والكلام ده كله. هل يرضيك بورسعيد يبقى بالشكل اللي موجود ده على طول الجمهوريه قاعدين نتهان في كل القنوات الفضائيه؟ مفيش حد بينصفنا كما لو كنا حفله من المجرمين، واحنا السبب دم شهدائنا هم اللي خلاهم كبار واغنياء ورجال اعمال. دمنا احنا ببورسعيد نتهان الاهانه دي؟ اتهان طول الليل من واحد اسمه شوبير. ليه هذا الشوبير يشتمنا ليه؟ بأمارة ايه يشتمنا ليه؟ الله، هو انا لا انا راجل اعمال ولا انا بتاع فلوس ولا انا بتاع محاجر ولا مناجم؟ يشتمني ليه كل شويه يقول لي شوف بورسعيد والبدر فغاية؟ هو انا بقى انا ما باخدش الكوره يا راجل؟ ده انا مش قادر اقوم من على قهوه يا راجل، حرام عليك.